فنانين عاشوا فترات صعبة بسبب فضايح ولادهم، منها الدعارة ومنها الشذوذ ومنها تجارة المخدرات. كتير من الناس شايفين ان الفنانين عايشين في حالة من الرفاهية، وكتير مننا كمان بيتمنوا يعيشوا زي الفنانين، لكن الرفاهية دي وراها غياب عن التربية، وهنا بتحصل كوارث. ولاد الفنانين منهم اللي بيمارس الدعارة، واللي بيكون قتال قتلة أو بيتاجر في المخدرات. عمر مصطفى متولي ابن الفنان مصطفى متولي كان اتمسك قبل كده وهو معاه مخدرات، واعترف انه كان معاه مخدر الحشيش، لكنه قال انه كان بياخده للتعاطي مش للاتجار، وبعد كده تم الافراج عنه بكفالة 10,000 جنيه. الفنان احمد الفيشاوي ابن الفنان الكبير فاروق الفيشاوي كانت تهمته فتاة قبل كده اسمها هند الحناوي انه اتجوزها عرفي ورفعت عليه قضية نسب. احمد اعترف انه اقام علاقة غير شرعية مع هند، لكنه نفى وجود زواج عرفي ورفض نسب الطفلة، الا ان القضية خلصت باثبات الزواج العرفي. ابن الفنان حسن يوسف كان اتقبض عليه قبل كده هو وشوية من صحابه وكان معاهم مخدرات، وخرج بعدها بكفالة 20,000 جنيه. كمان جونيور عمر الشريف حفيد الفنان الراحل عمر الشريف كان اعترف قبل كده بانه شاذ جنسيا، وقال افضل شيء فعلته في حياتي هو ان انا قررت اعيش بسعادتي وحريتي، وقال ان الشذوذ الجنسي بيحقق له السعادة. كمان الفنانة هويدا بنت الفنانة صباح كانت مدمنة خمور وتعبت جدا وكانت اتنقلت للمستشفى. وقتها قررت صباح انها تبيع البيت اللي كانوا عايشين فيه، وعاشت في فندق، باعت البيت علشان تجيب تكلفة علاج بنتها ونقلتها بالفعل لمصحة امريكية. ولكن بعدها البنت صحتها اتحسنت ورجعت الفنانة هويدا للفن. كمان ولاد الفنان هشام سليم البنات كان صدر ضدهم حكم حبس بسبب ضربهم للفنانة ياسمين عبد العزيز، وكانوا أصابوها في الاعتداء ده بشكل عنيف جدا، كانوا ضربوها علقة موت في الساحل الشمالي، لكن وقتها ياسمين كانت وافقت على التصالح واتنازلت عن القضية. عمر طلعت زكريا ابن الفنان الكبير طلعت زكريا كان اتقبض عليه هو وواحد صاحبه، وكان معاهم 2 بنات في عربية عمر، كانوا خاربين الدنيا وقتها وكانوا شاربين مخدرات وخمور وارتكبوا الدعارة وقضوا ليلة كاملة في الحجز، لكنهم بعد كده انكروا الاتهامات وخرجوا بكفالة. لكن بالمناسبة طلعت زكريا طلع اعترف على ابنه بعد كده وقال ان هو كان غلطان في اللي عمله، وقال ان ابنه كان متورط في القضية وانه ملوش اي دور في الافراج عنه، وقال حتى نصا وقتها انه ما تواصلش مع اي ضابط من الضباط.